سلام الله عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم في قناتكم دينيس نعمه. اليوم غادي نشارك معكم نصائح كيفاش يجيكم الدجاج شاد فراسو، كيفاش تحصلوا على هذا اللون، كيفاش طيبوا 4 دجاجات في واحد الكاميله. الا ما عندكمش الطاوه الكبيره يعني حطه طيبوها يجيكم ضياف على غفله. كما كتشوفوا هنايا هذا اللون هذا غير بالفران. جميع النصائح اللي غادي نعطيكم باش الدجاج بقى يجيكم متماسك. نبداو اول حاجه هنايا هو الدجاج ضروري خصو يتصل بالملحه والخل والسكينجبير، وديروا فيه شويه واحد الكاس ديال الطحين، خو عليه من فوق وخليوه يرقد فيه. غتغسلوه عاوتاني نقيوه مزيان وحكوه تاني بالمليحه وشلوه، وغتاخدوا القشور ديال الحامض غطحنوهم مع الماء وتخويو عليه وتخليوه يرقد فيه. القشور الحامض مثلا وقت ما عصرتوا الحامض درتوه في العصير ولا عصرتوه دوك القشور ما ترميوهمش، حاولوا تقجموهم في الفريغو. وقت ما عندكم غسيل ديال الدجاج بحال هكا جبدوه طحنوه مع الماء وترقدوا فيه. الدجاج ديالكم كيجي بنين، كيجي فيه المذاق ديال الحامض. كتخليوه فيه واحد الساعات المكانه حتى لساعتين مزيان، غطيوه ما يكونش في الصهد ومن بعد نغسلوه. النصيحه الثانيه ضروري الدجاج خصو يتصل يتسقطر من الماء، ضروري عاد ندوزو باش نشرملوه. هنايا راه حطاه يتسقطر على خاطرو. دزت هنايا الشرموله، المهم شرموله ماشي الموضوع ديالنا، كديروا شرمول ديالكم خاصه سكينجبير والكاري. حاولوا تبقى ديروا كاري في الرفيسه. هنايا غادي دير الحطه ديال الرفيسه وكديروا العطيه ديالكم كديروه وديروا الهريسه. هنايا النصيحه الاخرى باش ما يتهرسش لكم، كتمشيو هاد الشنيبات كتحاولوا كتهرسوهم، كتسمعوا ديك الطرطيقه ديال العظم. فاش تطرطقوا ليه العظم ما كيتنفخش، حيت هو الا تنفخ كيبقى يتحيد ليه الجلده وتهبط حاولوا تهرسوه كله بحال هكا، كتشدوه من هذاك الجنب كتسمعوا الطق كيتهرس ليه العظم. كلشي دجاج غادي ديروا ليه هكاك عاد دوزو طيبوه. هنايا انا غادي ضروري النصيحه الاخرى، هنايا النصيحه الثالثه ولا الرابعه، حاولوا تشرملوه في الليل وديروه في الفريغو. هنا درتو انا في الفريغو ولكن راه ما يجمدش 100% فريغو ناقص، ولا ديروه في الثلاجه ماشي مشكل. هانتوما هذا شاد ضروري رجلين تجمعوهم. هنا باش نطيبوا 4 ديال الدجاجات، هذه عندي كوكوت جو كخوا ديال 8 يطرو. غادي تشدوا الدجاجه بحال هكا، غادي تحطوها على الصدر ديالها بحال هكا، هذاك الصدر من هنا غادي ديروها واقفه. هاد الطريقه يمكن لكم ديروها بالنسبه للطيابات ولا اللي تيطيبوا، حتى الكاميله اللي عندكم ما قداتكمش في الدجاج تديروه واقف هكا على الصدر ديالو. هانتوما هنا شوفوا كيبان لكم صافي البلاصه راه سدات. هادو الدجاج تقريبا 2 كيلو، كاينه 2 كيلو 2 كيلو و200. هانتوما هنا مازال غادي نزيدو واحد الدجاج واحده اخرى. صافي كتبقاو تهزوا من هنا وهنا حتى تخشيوهم. هاد الطريقه راه تيحافظوا على الشكل ديالهم. الا شرملتوهم قطرتوهم مزيان من الماء وشرملتوهم وبيتوهم في الفريغو في الثلاجه بردو ودرتو لهم هاد الطريقه حتى هي راه كتعاونوا باش كيبقى لهم الفورمه ديالهم قاده. غادي تلاحظوهم معايا فاش يطيبوا. صافي هنايا كندير نخوي هذيك الشرموله اللي بقات وكنديرها فوق البوطه يبداو تيتشحروا. وكديروا على حسب شنو بغيتو نتوما، ديروا دجاج مدغمر ولا الرفيسه ولا المهم اللي بغيتو. صافي كنردو غير تيبدا شويه تيطلع معاه شويه السخونيه، كنزيد ليه شويه الماء، كنزيد واحد البصيله مشلضه، حيت الرفيسه ما كنديرش البصله كثيره من دابا حتى تيطيب الدجاج نحيدو غتكرمي البصله. والنصيحه الرابعه ولا الخامسه اهم نصيحه، ما عمركم تسدوا على الدجاج الطاوه ديالكم ولا الكوكوط، ما تسدوهاش، تخليوه دائما مغطي ولكن نص نص، تخليوه منفس. حنا كما كتشوفوا كنقلبوه كتضغطوا باش طاب ولا ما طابش. الا خرج منه الماء راه باقي ما طاب، الا ما خرجش منه الماء فاش ديروه راه طاب. وما تبقاوش تخليو الدجاج يطيب بزاف باش ما يتفرتلش لكم. هنا تقريبا طاب. شوفوا كي المرقه كيفاش تجمعات. درت هناك العويدات ديال المعدنوس. صافي هانتوما انا غادي نحيدو. شوفوا ها كيفاش غادي نجرو.
المهم اللي ما موالفش يحاول يدير واحد الخشبه ديال اليد ديك اللي كنحركوا بها وتتخشيوها في الوسط وكتهزوه. ولادكم الكامله طيبتو فيها كبيره ديروا الطبسيل. هانتوما راه شوفوا كنهزوها من الرجلين وكنحطوا هكا. حاولوا نتوما تعاونوا بشي حاجه من التحت باش ما يتحيدوش لكم الرجلين ويبقى تحت. هانتوما حيت انا هزت التليفون كنصور. هادو سخان، هادو جاوني سخان لان طاحت عليه هادي. صافي غنحط التليفون وغادي نحيدهم. هانتوما كتشوفوا راه باقيين مجموعين. العصا كتخشيوها هكا من تحت وكتهزوا الدجاجه. النصيحه الخامسه ولا السادسه مهم، اهم حاجه ما عمركم جبدوا الدجاج من الطاوه ودخلوه الفران وهو سخون كتزيدوا تهريوه. وهادو الكاشير ان شاء الله غادي نصايبو معكم في الفيديو الجاي. غنوريكم الطريقه سهله كيفاش تصايبوه ما كيشدش الوقت حتى 15 دقيقه ما كيشدش ولا 20 دقيقه ما تفوتوهاش. خليو الدجاج يبرد تماما، يبرد واخا غير يدفى. هنايا كدهنوه بالزبده والهريسه. الزبده والهريسه كتدخلوه للفران، تشعلوا عليه 180 درجه وخليه يتحمر على خاطرو. كتشوفوا اللون ديالو غزال كيفاش جا. هانتوما اللون ديالو هذا راه اللون طبيعي ما زايده ليه لا الوان لا والو. هانتوما راه تقيسو تاكلوه بوحدو. وكنتمنى ان الفيديو النصائح ديال الدجاج يعجبكم، وغادي نشارك معكم فيديو جاي ان شاء الله على الكاشير كيفاش تيجي، كيفاش ديروه بهذه الطريقه هذه باش تزينوا به الرفيسه بحال هكا. كنتمنى ان الاقتراح ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وشجعوني بلايك. ما تنسوش لي لايك وبارطاجيو مع الاهل والاحباب. وشكرا، مع تحيات ديليس ام نعمه.